السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة جينا لكم فيديو جديد كده، بحبكم في الله. كل حبايبي الناس اللي سألتني كتير في الكومنتات وقالت لي شغلك ايه وعارفين عن نفسك ونظامك ايه ودنيتك ايه. انا حبيت اصور معاكم اهو شغلي، دي حاجه من شغلي كده. المكان اللي انا صورته ده اول ما دخلت برضو هبقى اصوره معاكم بطريقه واضحه. ده المكان اللي انا قاعده فيه، الجراج اللي انا قاعده فيه. يمكن انتوا شفتوا العربيات والحاجه اللي فيه. بانين فيه برجين حمام زي ما انتوا شايفين كده. ده اول برج دخلنا فيه يا جماعه. جايبين فيه حمام في البرجين، احنا جايبين في البرجين مقسمينهم على البرج ده النص والبرج التاني النص. يعني هما كانوا كميه كتير اكتر من كده، بس طبعا في اللي طار وفي اللي واقف فوق على السقف وفي اللي هنا وهنا. فعلشان كده الكمية كلها مش باينة معاكم يعني في المكان. ده الأول برج أنا دخلت أهوت علشان أعرفهم الصبح وأغير لهم المية وأغير لهم الأكل طبعا. الجماعة اللي بيسألوني على شغلي، أنا شغلي أهو يا جماعة. الأبراج والناس اللي قالت لي الأرض دي بتاعتك والطيور والحاجة، لا مش بتاعتي طبعا. أنا قاعدة غافرة في المكان، انا قاعده غافره في الجراج ده يا جماعه، وجنب شغلي ان انا غافره عليه. صاحبه المكان ربنا يبارك لها ويسعدها يا رب، بتحب غاويه تربيه الطيور. يعني هي غاويه تربي طيور ومزاج عندها، بتحب كده يعني. فهي بقى جايبه حمام طبعا دوت في الابراج هنا، وجايبين حمام كمان فرنساوي لاحم، بس دوكا في مكان لوحده يعني في اوضه لوحده كده. اما الحمام اللي هو البلدي والهجين والمتخلط والانواع دي حطينا هنا في الابراج طبعا. الفرنساوي ما ينفعش يتحط في ابراج خالص نهائي. الفرنساوي يا اما اوضه يا اما تعملي له غيه، يا اما مكان يكون محكوم على قده مش مفتوح يعني. اما الابراج عشان احنا عارفين في البلد بيطير بيروح بيجي، فبيبقى متعود على كده، واخد على البهدله شويه يعني. انا مكان شغلي الارض اللي انا صورت فيها قبل كده، الارض الزراعيه دي بره الجراج. انا برضه هبقى اصور معاكم المكان واصور معاكم بره الجراج واصور وانا ايه طالعه. معلش انا ما اعرفش التليفون ما بيحلوش الرن غير وانا بتكلم معاكم. فانا بقى وانا طالعه بره كده هصور لكم المكان برضو واعرفكم المكان شكله من بره وكده. يمكن انا صورت معاكم البوابه قبل كده وصورت معاكم وانا قاعده في الارض. الارض دي بتاعت صحاب الجراج مش بتاعتي خالص. والابراج والطيور والحاجه دي برضو تبع صاحب الجراج. انا بس غافره بشتغل كده بالشهر يا جماعه، بس براعي الطيور بتاعتها وبراعي الحمام وبراعي الحاجه بتاعتها اللي هي جايباها في المكان، وفي نفس الوقت غافره عن المكان قاعده فيه وغافره عليه في الاوضه اللي انا صورتها معاكم. هي بنيها لي وانا قاعده ايه غافره في المكان. طبعا انا بنضف السقايات وبغسلها زي ما انتم شايفين كده، دي حاجه من شغلي. قلت اعرفكم برضو الناس اللي انا كده كده هعمل فيديو. بصوا بسم الله ما شاء الله، دي لسه طالعين اهمت يعني بقالهم ما كملوش كام يوم كده. زغاليل صغيره بس طالعين في الارض. الحمام ده عشان احنا جايبينه كبير مش جايبينه زغاليل، جايبين حمام امهات كبيره، فمش متعود على الفخار قوي. في منه بيبيض في الفخار، هصور معاكم برضو هتشوفوا في بقيه الفيديو. في منه باض في الفخار وفي اللي باض هنا وفي اللي باض فوق المشمع اللي احنا عاملينه. طبعا احنا عاملين مشمع كده في نص البرج او اعلى كده كام متر من البرج عشان يعزل بس الحمام بتاعهم ما ينزلش في الميه وفي الاكل. بصوا اللي بايض هنا في الارض اهو، وفي بيضه هنا كمان برضو. فلسه مش متعود على المكان قوي، ولسه مش متعود ان هو يبيض جوه الفخار. فبيبيض ايه ممكن تلاقوه تحت، ممكن تلاقوه بره، ممكن تلاقوه جوه فخار، على بال بس لما يتعود على المكان وياخد ويدي عليه. ده الجوز ده طلع في الارض كده اهو جنب الفخار زي ما انتم شايفين. انا بدخل من باب البرج الفخار في وشي، ده عاملينه فخار ارضي برضو عشان خاطر اللي ما بعرفش يبيض فوق. حطينا الفخار الارضي ده برضو كده. ده كده اول برج خلصناه. طبعا في جزء تاني فوق هرجع اوريه لكم في اخر الفيديو، ما شفتوش الا وانا مخلصه بعد ما كنست ونضفت. لقيت اكتشفت ببص فوق المشمع اللي احنا عازلين بيه، لقيت فيه جزء طالع تاني، ولقيت جزء تاني جوه الفخار برضو. لما ببص سمعت الصوت فشكيت، فببص لقيت ورايا برضو جزء تاني. هصورهم معاكم تاني واحنا بصوا ده المكان اللي انا قاعده فيه. بصوا دوت الابراج اهي، البرجين جنب بعض. بص العلو بتاعهم، يمكن انا صورته معاكم قبل كده. البرجين بينهم وبين بعض ما فيش يعني حوالي متر بالظبط كده. عاملينه سيراميك من بره طبعا علشان خاطر الفيران لما تيجي ما تعرفش تدخل تطلع فوق وتدخل من الفخار يعني. الفار طبعا لو مشي على السيراميك هيزحلق، فمش هيعرف ان هو يوصل للبرج يعني.
عاملين بقى سيراميك من بره، وعملنا له باب وقفلناه تقفيله حلوه من تحت الابواب كده بالاسمنت، بحيث ان احنا ما نسيبش اي مكان لاي فار يدخل ولا حاجه. بيضه هي برضو في الارض بقى، دي بايضينها تحت الباب على طول، يعني اللي هينزل مش هيشوفها هيكسرها. برضو لسه بيتعلم يا جماعه. بص الارضيه بقى كلها، ده الحمام ده صغيره اللي هي السودا اللي في الارض دي، كان لسه طالع 3 فرد كده برضو وسبناهم. ما رضيناش ان احنا قلنا ايه بس نكسر منه كده شويه لحد لما نزوده. هيبص في الوش ده يا جماعه. الارضيه طبعا اهي هنكنسها دلوقتي مع بعض، هننضفها. انا بكنس تحتيهم من 3 ايام لاسبوع كده، يعني ممكن كل 3 ايام لو لقيت الدنيا عايزه نظافه بعمله. ممكن كل اسبوع. هو كده بص، انا كده بقالي بتاع اسبوع ما كنستش مثلا، فهكنس تحتيهم هنضف. انا كده حطيت لهم الاكل، حطيت لهم الميه. انا ممكن ادخل لهم يوم او يوم لا، وممكن ادخل لهم كل يوم على حسب الاكل طبعا. ده المشمع اللي انا صورته معاكم اهو، ده عازل ما بين الحمام والاكل علشان ما ينزلش الحمام بتاعه. طبعا الحمام بيقف فوق على الخشب اللي انا صورته معاكم، المفروض بنطلع على الخشب ده. جبنا حد قبل كده وطلع عشان يبص في الفخار ويشوف في حمام فوق وبايض فوق ولا لا. المشمع ده احنا عاملينه عازل يا جماعه علشان بس ما ينزلش الحمام بتاعه في الميه او في الاكل ويبقى ايه غلط او ضرر ليهم. لا ده بيعزل لنا تمام، بحيث ان هو لو وقف فوق الخشب فوق وعمل حمام، فالحمام بينزل على المشمع دوت، بيعزل الحمام بتاعه ان هو ما ينزلش في الاكل او في الميه بتاعته. طبعا انا حتى لو تلاحظوا السقايات والعلافات حطها تحت المشمع بالظبط علشان خاطر ايه ما ينزلش فيه اي حاجه. طبعا انا هكنس البرج معاكم كده اهوت. هبه بتصورني معلش، لو كانت لا هي بتصور الصور مش قد كده ولا حاجه، او بس ايدها معوجه في الكاميرا، فمعلش بقى هي على قدها لسه بتتعلم. انا بقى بصوا نقلت السقايات ونقلت ده عشان ننضف تحته. طبعا انا السبله ما برميهاش، السبله دي يا جماعه واطلعها ونحطها في الارض بره. كلنا عارفين ان الارض بره السبله ليها حلوه جدا وحلوه للزرع، احسن من الكيماوي ومن السماد. طبعا السبله كلها سواء بتاعه الفراخ او بتاعه الحمام انا ما برميهاش، بكومها بعبي الشكاير لحد ما تتملي الشكاره، واخلي الفلاح يجي ياخدها ويحطها في الارض. ما يعني كل حاجه بنستفاد منها، حتى السبله، حتى الحمام بتاع الحمام بتاع الفراخ، اي حاجه بنستفاد منها، مفيش حاجه بتترمي. زي ما انتم شايفين بقى هنضف البرج كله وهنضف تحتيهم. انا كل اسبوع بعمل عمليه النظافه دي بس علشان خاطر ايه تبقى الدنيا تحتيهم نظيفه بس مش اكتر، علشان برضو النظافه وجبه عشان الحشرات الصغيره والحاجات اللي بتطير والفاش والكلام ده كله. انا بعد ما انضف تحتيهم السقايه تقريبا دي بتخر، معرفش عماله تنزل ميه ليه كده. بعد ما بنضف بجيب بخاخه كده، انا جايبه لهم بخاخه رش للحشرات، جايبها من عندي هبه بصراحه. جبت الادويه وهي جابت لي البخاخه دي حلوه جدا، هبقى اصورها معاكم. برش بعديها بقى الجوانب دي كلها والفخار والكلام ده كله عشان ما يبقاش فيه اي حشرات في البرج ولا اي حاجه، يفضل نظيف ويفضل البرج معانا ما فيهوش اي حشرات، ولا الحمام ايه يبقى فيه فاش ولا فيه اي حاجه من الحشرات دي. وطبعا مع النظافه مع الرش طبعا الحاجات دي بتختفي، مفيش اي حاجه. دي كده يا حبايبي انا بنضف في البرج التاني اهوت، والبرج الاولاني كمان هنكنسه مع بعض وهننضفهم. الارضيه تبقى زي الفل. هنضف تحت الحمام، طبعا التراب بتاعه صعب جدا وانا بكنس. انا موقفه هبه بره عشان خاطر بس العفره بتاعه التراب بتاعته دي ناعمه فبتخش على الصدر، مش هقول لكم. انا كنت عماله احط الطرحه على بقي ومناخيري عشان ما اشمش الريحه يعني. شلت تحت السقايات عشان انضف حلو، والحمد لله البرج عندي نضيف زي ما انتم شايفين، ما فيهوش اي حشرات ولا اي حاجه، لان انا ايديا فيه على طول، يعني ما بعديش وقت وتلاقوني لا الدنيا اتكونت فبقعد ان انا انضفه على طول اول باول، ما بسيبوش يعني لما الدنيا تتكون ولا يعمل حشرات ولا حاجه، فايديا فيه على طول، فعشان كده نضيف. ده انا برد على الناس اللي قالت لي ايه طبيعه شغلك وايه نظامك، والناس اللي قالت لي الارض دي بتاعتك ولا لا. انا بقول لهم الارض دي مش بتاعتي خالص، انا قاعده في المكان ده غافره عليه، بشتغل هنا بالشهر. الارض بتاعت صحاب المكان، المكان ده كله بتاعهم، حتى الاوض اللي انا صورتها بتاعتهم. انا هم بانيين الاوض وهم مقعديني بس هنا عشان انا بغفر المكان، وعلشان دوت طبيعه شغلي، وبربي شويه طيور مع المكان. طبعا الطيور والفراخ والبط والحاجات دي لسه ربنا ما ارادش ان احنا نجيب، بس ان شاء الله هنجيب. احنا جبنا الحمام بس كده في الاول لحد ما الدنيا تمشي بس والامور تمشي، وبعد كده ربنا يصلح الحال ونحاول ان احنا بقى نجيب طيور. بصوا انا سمعت الصوت وعماله اقول لهبه صغيره انا حاسه ان في صوت حمام هنا، فبصت قالت اه يا ماما ده في جوز اهو. بصوا في الفخار هنا لقينا جوز كده اهوت. استنى هطلعه معاكم عشان تشوفوه، معرفش عشان جوه احنا جوه البرج ضلمه، فممكن يكون بس الاضاءه مش حلوه قوي يعني،
انا منوره الفلاشه والله بتاعت الكشاف على قد ما اقدر. بصوا لقينا جوز جوه اهو، لسه يدوبه مريش برضو في مكانه اهو في الفخار، في اول دور في الفخار من فوق بقى يا جماعه، في اول دور من فوق. عاوز بقى المفروض هنجيب حد يطلع بقيه البرج ويشوف الدنيا هناك، ويشوف برضو اذا كان في حاجه في الابراج فوق في الفخار اللي فوق ولا لا. طبعا انا لقيت ده، وبعد ما كنست البرج بقى ونضفته اهو زي ما انتم شايفين كده، نضفناه ولميت اللي فيه في شكاره عشان نبقى نطلعه للارض كله، ونضفت على قد ما اقدر حواليه كده، وبقى البرج زي الفل زي ما انتم شايفين كده. انا طلعت بقى، بصوا دي العتبه بتاعت نص متر كده. انا برضو سمعت في صوت فوق المشمع، بصوا المشمع اهو، ده المشمع. بصوا عايز الحمام قد ايه يا جماعه، حمام عليه بطريقه، يعني الحمام ده كله لو احنا مش حاطين المشمع ده كله هينزل في الاكل، فدوت وقايه ان احنا عاملينها بس ايه. طبعا هنطلع حد ينضفه، بصوا الحمام قد ايه، هنطلع حد ينضف المشمع وينزل اللي فيه دوت، ونرش فيه برضو للحشرات علشان خاطر ايه، بس انا معرفش اطلع عليه. ده عايز راجل او واحد يكون خفيف كده في الوزن بس ويطلع وده الخشب بقى اللي بيطلع عليه اي حد، وبقيه الفخار ده كله يبص فيه يشوف فيه ولا لا. وانا بالصدفه ببص لقيت جوز، بصوا ما كانش باين، لما قربت بقى منه لقيت جوز صغير اهو كمان، لسه يدوبه طالع برضو، لسه يدوب بيبدأ يطلع الريش اهو على المشمع فوق. انا لما طلعت على العتبه كده، العتبه بتاعت نص متر، فطلعت فشفت المشمع عشان اشوف عليه ايه. سمعت صوت برضو اهو، بصوا لسه جوه دكر وانتايه. الكبيره طبعا بتبقى دكر، والصغيره دي بتبقى انتايه، بتبقى معروفه من احجامها.